شبابنا، شايف التابلو الجميل بتاع يوجي اللي ورايا ده؟ في 5 غيره مش عارف احطهم فين. هتقول لي حطهم فين؟ هزعلك اديني نوهت اهو. المهم يعني انا كنت عايز اقول لك من قله الادب اللي فاتت دي اني بحب يوجي جدا. يوجي هو الانمي المفضل ليا من الطفوله حرفيا، وقلت بيني وبين نفسي ليه لا ما اعملش مقدار قوه لوحوش يوجي نفسها بقى، وارتب الوحوش دي من الاقوى للاضعف. هتقول لي يا فارس ما الكروت اوريدي فيها اتاك وديفنس وشرح بيعرفنا قوه الكروت دي وبيعرفنا مين الكارت الاقوى ومين الاضعف. هنا بقى البلوت يا معلم، احنا مش هنعتمد نهائيا على داتا الكروت دي، لا خالص، احنا هنعتمد على اللي ظهر من الكروت نفسها بقى في الانمي، اذا كانت كمبارزات او كوحوش حقيقيه في مصر القديمه او في اماكن تانية، عملوا ايه وازاي والقوه التدميريه بتاعتهم. هي دي الحسبه بتاعتنا، مش حسبه بقى الكروت دي قوتها كام والديفنس بتاعها كام والكارد ايفكت بتاعها ايه هو. وده معناه ان في كروت كتير جدا ترتيبهم هيبقى مختلف، ومعنى برضو ان انا هتشتم كتير جدا. ازاي يا فاجر يا داعر تحط اكسوديا تحت مش عارف ايه؟ المهم يعني معانا 10 كروت هنبداهم من الاضعف لحد ما نوصل للاقوى. بس مقدما كده في تنويه صغنون جدا، ده اسمه زور، تقدر تقول عليه كده البيج بوس بتاع عالم مصر القديمه، الفيلن الاقوى، والشخصيه دي هتبقى معيار مهم جدا معانا قدام. تمام يا معلم، كده شرحت كل حاجه من البدايه. خلينا نبدا بقى بصاحب المركز العاشر، او خلينا نقول اصحاب المركز العاشر، واللي هم ثلاثي الاوجاما. بحبهم فشخ والله، انا ما خدتش اي حاجه من جي اكس غير هم دول وشخصيه تانية قدام. ما خدتش نيوس، ما خدتش اللي شبه ماكسور دوت بتاع عالم الفوضى، معرفش ليه كل ما بشوفه بيفكرني بماكسور. المهم ثلاثي الاوجاما هعتبرهم كلهم وحش واحد، اذا كان الاصفر او الاسود او الاخضر. وبص يا معلم، عندهم قدره تحمل انهم يقعوا من سلالم وما يحصل لهمش اي حاجه، او يتم سحقهم تحت لوح زجاجي، وكمان بيستحملوا الهجمات الكهربائيه، وقادرين يعملوا اعصار قوي جدا واللي هو اعصار اوجاما دلتا. وبس هم دول الاوجاما تريو، ضعاف جدا فعليا، وبدون قدره الاعصار فهم اقل بكتير جدا من البشر الطبيعي. اي بشر طبيعي يقدر يهزمهم بسهوله. وده اللي هيخلينا نروح لصاحب المركز التاسع، ختم الاوريكالكوس. ايوه اديني في الماسونيه، ادي. ختم الاوريكالكوس هي ورقه مبني قوتها على حجر الاوريكالكوس الكريم، واللي بدون قوه الحجر ده الكارت هيبقى ابيض فراغ ملوش وجود. ولما الشخص يستخدم الشظايا بتاعت الحجر بتبدا الورقه تبقى موجوده. وعموما نقدر نعتبر ختم الاوريكالكوس هو حاجز سحري حوالين الشخص في المبارزه، والحاجز ده من المستحيل كسره نهائيا، واي حد هيحاول انه يخترقه هيتعرض للصعب. هو عموما حاجز منيع جدا، ومفيش اي تعويذ او فخاخ تدميريه هتاثر عليه نهائيا، غير انه قادر ياثر ويتلاعب بالواقع اللي حواليه، ويضيف قدره طفو للاشخاص اللي جواه، او ثبات تام لو كانوا بيبرزوا على قطار سريع، غير انه قادر على التلاعب بطبيعه الشخص اللي بيستخدمه وتفسد طبعه وطبيعته، وقادر كمان تبطل قوه ادوات الالفيه، غير انه قادر على جعل مستخدمه يطلع طاقه غاضبه قويه جدا كانت قادره على هز استقرار طياره، غير ان التعرض لمده كبيره جدا لحجر الاوريكالكوس حول سكان اطلانتس لوحوش. الختم كمان قادر يحتفظ بالذكريات جواه ويعرضها بعد كده تزامنا مع قدرته على التلاعب بالواقع. وكمان الختم بيزداد قوه كل ما الظلام في قلب مستخدمه زاد، فكل ما كان قلب الشخص سيء كل ما كان ختم الاوريكالكوس اقوى، غير قدرته الاهم وهي ختم ارواح الناس. على الرغم من ان اجساد الاشخاص دي هتفضل موجوده عادي جدا، بس اللي بيتختم هو شخصياتهم نفسها، ولو تم اخراجهم من الختم تاني مش هيفتكروا اي حاجه في الفتره ما بين الختم والرجوع. بس ايه هي طرق كسر ختم الاوريكالكوس؟ ايه هي الطريقه اللي نكسر بيها الحاجز السحري ده؟ هو في كذا طريقه لكسر ختم الاوريكالكوس، للاسف مفيش ولا واحده فيهم في الوحوش اللي معانا النهارده. الوحيده اللي معانا هي ختم الاوريكالكوس نفسه. واحده من طرق كسر ختم الاوريكالكوس هي استخدام شظايا حجر الاوريكالكوس الكريم. فبمنتهى البساطه مفيش حد من اللي معانا نهائيا قادر على هزيمه حاجز الاوريكالكوس والهروب من ختم روح. هتقول لي يا فارس طالما هو مش هيتدمر حطه في المركز التاسع ليه؟ اللي خلانا نحطه في المركز ده يا معلم هو انه شبه ملوش قدرات هجوميه نهائيا، هو يا دوبك حاجز دفاعي لا اكتر ولا اقل. وقدره الختم اللي هي القدره الاخطر فيه هي يليكي عليه، هو مش معاك 100%، انت بترمي نرد يا صابت وكسبت المبارزه فروح الشخص اللي قصادك هتتختم، يا خابت وخسرت المبارزه فانت نفسك اللي هتتختم. ده غير ان كمان الختم هو شيء مش دائم، عادي جدا اي شخص يخرج منه. وهي دي كل الاسباب اللي خلتني احطه في المركز التاسع، عشان نسيبه ونروح لصاحب المركز الثامن،
او خلينا نقول صاحبة المركز الثامن، واللي هي الدارك ماجيشن جير، ساحرة الظلام، اللي قوة هجومها السحري كانت قادرة حرفيا على خرم محارب مدرع وتدمير مجموعة من المحاربين الحجريين والمدرعين، غير ان السحر بتاعها قادر على صنع انفجارات وانفجارات ضخمة كمان. اي نعم ما اثرتش على زورك نهائيا لو انت فاكره المعيار المهم جدا معانا، بس لو في حالة شخص غير زورك هتبقى مؤثرة، غير ان السحر بتاعها قادر على حرق الوحوش واذابتها وكمان تفكيك محاربين الهيكل العظمي، وليها هجوم مشترك مع ساحر الظلام قوي جدا اللي قادرين بيه يعملوا انفجار يوازي انفجار قنبلة ضخمة توصل لعدد من الكيلومترات، غير ان سرعة فعلها عالية جدا لدرجة تفاديها لشعاع زور، وكمان انقاذ ساحر الظلام من هجوم طاقة كان على وشك قتله. وبس هي دي ساحرة الظلام كوحش حقيقي، غالبا هتبقى اقل بنسبة مقبولة جدا من اللي فوقيها، واللي هو اكيد ساحر الظلام الدارك ماجيشن. هو قادر يستعمل سحر كهربي بيؤدي لانفجار يدمر وحش قوي، وكمان يدمر روبوت ضخم بنفس السحر الكهربي، غير انه قادر على استعمال سحر التقييد وتقييد خصومه، وكمان قادر على اكتشاف هجوم الوهم وتجنبه وتنفيذ هجمات سحرية متفجرة، ومش هجوم واحد لا هجوم متعدد، وهجوم المتعدد ده قادر على عمل ثقوب في الاسطح الحجرية، وكمان هجوم انفجاري ضخم مش مجرد انفجار صغير، وكمان يتفوق على طاقة شعاعية مختلفة من دايا باون. الطاقة دي كانت كفيلة انها تدمر المكان، وكمان هجوم قوي جدا مشترك مع ساحرة الظلام. غير كده هو قادر على فتح بوابات بعدية بتاخد الهجوم وتعيد توجيهه للخصم تاني، غير انه كمان قادر يحمي الفرعون من هجوم الارواح عليه، وكل ده بايده بس. ومن ناحية قدرات التحمل فهو استحمل هجوم طاقة كان كافي لتدمير الجدار اللي وراه، وكمان عمودين حجريين، غير انه استحمل شعاع طاقة كان على وشك تدمير روحه، بس هو قاوم وفضل عايش. وكمان عنده سرعة رد فعل كويسة، هو كان قادر على تفادي هجوم طاقة وشعاع طاقة من زور مع ساحرة الظلام، تنوعية اكتر بكتير جدا من ساحرة الظلام مع قدرات اكتر واقوى، وهو ده السبب اللي خلاني احطه فوقيها، بس اكيد مش بنفس قوة صاحب المركز السادس واللي هو اكسوديا. اكسوديا خالد قادر يعيش حتى لو فاقد اجزاء كتير جدا من جسمه، غير ان اكسوديا عنده قدرات تجدد، قادر يجدد دراعه تاني بعد ما يتقطع. ومن ناحيه القوه فهو كان قادر على تبادل اللكمات مع زور ويأثر عليه. زورك اللي هجمات السهام والمنجنيق ما كانش ليها تأثير عليه نهائيا، ولا هجمات ساحره الظلام كمان، كل الهجمات دي ما كانش ليها اي تأثير عليه، غير ان مجرد استدعائه بس كان قادر على تدمير كم كبير جدا من الحجره، وقوته الجسديه كفيله لتدمير السلاسل اللي بتقيده، وكمان مجرد توجيهه لايده بس كان بيعمل كميه كبيره من الرياح، غير ان هجوم الطاقه بتاعه قوي جدا لدرجه انه يقضي على هجوم الاشعه للوحوش التانيه، ويقدر كمان يوصل لمسافات بعيده. اكسوديا اتقال عليه انه هزم 1000 جيش في ليله واحده، ودي بتظهر في المبارزات اوريدي، بمجرد تجميعه بتفوز في المباراه. وعايزك تركز معايا بقى في الحته اللي جايه دي عشان دي المعيار مهم جدا في ليه اكسوديا في الترتيب ده. كان قادر على تدمير 3 من التنين الابيض ازرق العينين وبانفجار طاقه واحد، وتدمير التنين الاسود، وقوه الهجوم بتاعه كانت قادره على دفع جوي لمسافه بعيده جدا. والكام حاجه اللي انا كلمتك عليهم دول بقى دول ايفكت كارد في المبارزه مش اكسوديا، ودي الحته اللي مخلياني حاطط اكسوديا في المركز ده تحديدا، لانه كوحش حقيقي افكتات المبارزه دي مش بتتفاعل معاه، وغير كده كل اللي عمله مع زور كان تبادل لكمات بس مش اكتر، عكس صاحب المركز الخامس واللي هو التنين الابيض ازرق العينين، مع ان لونه بيدي على ازرق عادي، يعني كنت سموه التنين الازرق وفككوا بقى من الحوارات دي كلها. المهم هنا هتبدا الشتيمه. التنين الابيض يا جاهل يا اللي ما بتفهمش اي حاجه في يوجي فوق اكسوديا، شتيمه كمان وهزعلك مني اديني قلت لك. المهم افتكر البلوت اللي قلت لك عليها في الاول خالص، احنا مش هنعتمد نهائيا على تاثير الكروت نفسها في المبارزه، لا احنا هنعتمد على اللي ظهر منهم كوحوش حقيقيه. وغير كده السبب المهم جدا اللي خلاني احط التنين الابيض فوق اكسوديا هو انه كان قادر على اسقاط زورك، وقوه هجومه على زورك ادت لقطع دراعه. اكسوديا اللي عمله مع زورك كان مجرد تبادل لكمات، انما المعلم ده قطع له دراع حرفيا، وده السبب اللي خلاني احطه فوق اكسوديا. المهم مجرد استدعائه كان قادر على انشاء انفجار ضخم جدا يوصل للسحاب، وقوه هجومه قادر على تدمير ارضيه صخريه، غير انه قادر على تدمير سفينه كامله بهجومه، وتدمير قمر صناعي كامل. وفي لحظه القمر الصناعي دي اظهر سرعه عاليه جدا. الاقمار الصناعيه عموما بتتواجد في طبقه السيرموسفير، واللي بتبعد عن الارض ب 400
400 كيلو متر، وده معناه ان سرعة التنين الابيض 48,000 كيلو متر في الساعة، لانه كان قادر يوصل له في 30 ثانية بالظبط. وده معناه برضه ان سرعة التنين الابيض تقترب من 39 ضعف سرعة الصوت. غير كده هو فعليا دمر حصن جوي كامل عن طريق هجومه، غير انه قادر على تدمير ساحر الظلام وهو بكامل قوة سحره، غير انه قادر على الدخول لجسم سيتو كايبا وهزيمة الكائنات اللي بتتحكم فيه من الداخل، بمعنى انه عنده قدرة على تدمير قدرات التحكم في العقل. غير كده التنين الابيض بيتقال عليه فعليا انه عنده قوة تعادل قوة التنانين المصرية القديمة، وده اللي هيخلينا نروح للتنانين المصرية القديمة اصحاب المراكز اللي فوق التنين الابيض واكسوديا. خليني الاول اقول لك انهم كلهم بيشتركوا في بعض من القدرات، زي انهم لو حاول شخص غير مختار في استدعائهم فهتيجي صاعقة وتقتله او يموت محروق. ده غير ان معظم قدرات السحر والفخ مش هتأثر عليهم، غير ان عندهم مقاومة لتأثيرات التحكم او التملك اللي هي السيطرة، مش هتتفعل عليهم نهائيا. غير ان طبعا كلهم قادرين على الطيران، وكلهم ضخام جدا اطول من ناطحات السحاب، وكل اللي انا قلته دول عند الثلاثة مع بعض. خلينا بقى نبدأ بصاحب المركز الرابع واللي هو اوبليس العملاق المعذب. هو قادر يدمر وحشين بايده بس، وحرفيا ما يبقاش ليهم وجود، يبلعهم حرفيا. وهجوم قبضته كان قادر على تدمير رجل آلي ضخم واختراقه، غير ان لكمه واحده منه بس كانت قادره على تدمير مبنى دورين. وكمان مجرد استدعائه قادر انه يطلع ضوء يحجب الرؤيه لمربع سكني كامل، مع تدمير جزء من المكان عن طريق هجمات البرق، والبرق ده بيمتد لمساحات كبيره جدا. غير ان كمان طاقته او الهاله بتاعته قويه جدا لدرجه ان كايبا بيحس بيها قبل حتى ما يسحب الورقه. لا أصدق ما أراه، صخرة كبيرة، إنها صخرة وهي كبيرة. وزي ما انت شايف اللي ظهر من اكسوديا كوحش حقيقي بدون تدخل معلومات الكارت نفسه مش كتير قوي، اي نعم اقوى من اللي فاتوا بس مقارنة باصدقائه اللي هنتكلم عنهم فلا. وده اللي يخلينا نروح لصاحب المركز التالي واللي هو سلايفر. وليه سلايفر فوق اوبليس؟ لان بمنتهى البساطه يا معلم هجوم اوبليس على زور يا دوبك حركه من مكانه، هجوم سلايفر بقى وقعه ورماه على الارض، ومش بهجوم طاقه، لا ده هجوم جسدي. هجوم جسدي قدر بيه انه يوقع زور. المهم مجرد ظهوره بس قادر انه يسبب الشلل للشخص اللي ضده. ومن ناحيه القدرات الجسديه فهو كان قادر انه يشيل وحش ضخم بسنانه ويطير بيه لمسافه، ويستحمل هجمات من دايا باون علشان يحمي طفلين، والهجمات السحريه دي ما اثرتش عليه نهائيا، غير انه ضخم جدا. ومع ضخامته دي فهو عنده سرعه رد فعل عاليه جدا، تفادى شعاع طاقه سريع جدا لدرجه ان كايميرا ما قدرش انه يتفاعل معاه حتى مش يتفاداه. غير ان سلايفر قادر على تنفيذ هجمات كهربائيه قويه كفايه لدرجه تدمير قطع الالفيه، غير انه قادر يوجهه للسماء ويبقى هجوم متعدد بمسافه كبيره وقويه لدرجه انه يفتت الغيوم اللي في المنطقه. وكمان الطاقه الكهربائيه لسلايفر قويه لدرجه انها تاثر على الاجهزه الكهربائيه اللي جنبه. غير ان اي حد هيحاول يهاجم حجر الروح اللي بيحتوي على روح سلايفر هيتم صعقه وموته بعدها على طول. وهو ده سلايفر اللي في المركز ده بسبب شيء مهم جدا عند صاحب المركز اللي فوقه واللي هو رع صاحب المركز الثاني، اللي مجرد استدعائه بس كان قادر انه يسبب غيوم وعواصف وبرق في السماء، وفعليا ضوءه شديد جدا لدرجه انه يحول الليل لنهار، ومجرد طيرانه بس في السماء قادر انه يسبب اعاصير. راعي جسديا قادر انه يطير وهو شايل زورك واوبليس، غير انه كمان قادر على اطلاق شعاع ضوئي ضخم وقوي جدا ويسبب الم لمين؟ ايوه بالظبط زور. وغير الاشعه الضوئيه هو كمان قادر على اطلاق كرات ناريه. راعي كمان قادر يمتص الوحوش التانيه يبلعها حرفيا ويزيد قوته من قوه الوحوش دي. غير ان راعي ليه هيئه تانيه مختلفه وقويه جدا وهي هيئه العنقاء، وفي الهيئه دي راعي بيبقى مرعب. في الهيئه دي حرق وحش ضخم جدا وحوله الرماد. ومش كده وبس، لا دي القوه دي وصلت للشخص اللي مرتبط بالوحش ده وكانت هتحرقه هو كمان. وفعليا قادر يعمل انفجار ضخم، والانفجار ده يتحول لاعصار ناري، وقوه الاعصار ده طياره الفرعون وكل اللي حواليه من مكانهم. وكمان بيبقى منيع لدرجه ان هجوم سلايفر نفسه ما اثرش على راعي في الهيئه دي. والهيئه دي تحديدا هي اللي خلتني احط
رع فوقيهم وفي المركز ده. بس طالما رع مش صاحب المركز الاول، مين صاحب المركز الاول؟ او خلينا نقول صاحبة المركز الاول. العنصر الثاني من جي اكس واللي هي يوبل، وحش حقيقي كان في الاصل كارت صممه جايدن يوكي او يوكي جوداي، واللي منافس قوي جدا معانا الصراحه. هو فعليا مش منافس، هو الاقوى فعليا. بص يا معلم، يوبل قادره على امتصاص طاقه المبارز عشان تجدد نفسها من الاصابات او اي ضرر، وكمان قادره على التجدد حتى بعد محو جسمها وروحها وعقلها، وعندها قدره تملك الاشخاص والتحكم فيهم، وكمان عندها حواس قويه جدا لدرجه انها تسمع المحادثات اللي بتحصل في مكان هي مش موجوده فيه اصلا، وكمان قدره استشعار الظلام اللي في قلب الشخص ده، غير انها قادره على الاختفاء والطيران، غير قدرتها على التلاعب بالذكريات وتغييرها، وكمان قدرتها على توليد الظلام اللي بيتحكم في الناس، غير قدرتها على التلاعب بالاحلام والتحكم في الاحلام، وحتى لو كان الناس اللي بيحلموا دول في الارض وهي في الفضاء، مع قدره انتقال آني. والقدره دي مش على نفسها بس، لا دي قادره تنقل مكان كامل انتقال آني للفجوه ما بين الزمان والمكان او لبعد بديل، وفي البعد ده بيتم استنزاف قوتهم باستمرار اذا كان اشخاص او وحوش، غير قدرتها على التحويل والتلاعب بالواقع. هي قادره تحول الهولوجرام لحقيقه، غير انها قادره تعمل نسخ من نفسها. ايوه هتقول ايه التقنيه المعتاده معانا كاجي بونشين نو جيتسو. يوبل كمان قادره على النجاه من هجوم اوكسوديا المدمر، وكمان دفعه للخلف. الطاقه الخام ليوبل لوحدها بس كانت كفيله لتخويف الثري سكيرد بيست وابعادهم عنها، ودول هم الكلونز بتوع التنانين المصريه، هم التنانين المصريه بس في بعد مختلف. اول مره اشوف انمي يعمل كلونز للوحوش بتاعته. بالمناسبه الفيديو جاي ليه علاقه بالكلونز، واخد بالك انت من التايم لاين اللي انا ماشي عليه بقى لي فتره؟ ده فيديو جيمو منهوا، بعديه فيديو لويد فرونتيرا منهوا، فيديو العم جده اللي هو راجل جد يليه الجد ماكس. حاليا الفيديو ده ذكرت فيه الكلونز، الفيديو اللي جاي هيبقى عن الكلونز كله. المهم الاخطر عند يوبل واللي بيخليها فوق كل دول كلهم هي قدرتها على الاندماج مع 12 بعد كاملين، وتبقى بقوه ال 12 بعد دول. وكل دي اسباب خلتني احط يوبل فوق كل اللي فاتوا دول، وده بسبب برضو ان فتره ظهورها على الشاشه كوحش حقيقي مش مجرد ورقه اكتر من كل اللي فاتوا دول المجتمعين. وبس هو ده ترتيبي لقوه وحوش يوجي في جزئيه المفضلين ليا، دويل مونستر وجي اكس. بالمناسبه انا كنت ممكن احط التنين الابيض فوق كل التنانين المصريه، وده لانه ببساطه قطع دراع زور اللي محدش في التنانين المصريه قدر يعمل كده. هما الثلاثه مع بعض ما قدروش يهزموا زور، اللي قدر يهزمه هو هوراكتي اللي هو دمج الثلاثه مع بعض، انما هما الثلاثه كوحوش كل واحد لوحده محدش فيهم قدر يعمل حاجه مع زور. انما التنين الابيض الذكر الفحل قطع له دراع. بس حسيت انها تبقى افورت مني قوي الصراحه. التنين معمول عشان يبقى شبههم او يبقى قريب من قوتهم، فده اثبات ان هم قوتهم اعلى منه. المهم حاولت اكون منصف على قد ما اقدر وما ادخلش حبي لكروت بعينها جوه الترتيب. يعني لو همشيها بحب شخصي فيبقى رع يليه سلايفر يليه الاوجاما تريو، وهيبقى عندي دلائل بجحه ومنطقيه تخليني احط الاوجاما فوق اوبليسك والتنين الابيض واكسوديا، بس قلت امشيها انصاف اكتر. المهم هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو بتشوفنا على اليوتيوب ما تنساش تحط لايك عشان تساعد الفيديو ده يوصل لناس اكتر. تنزل تحت في الكومنتات تحط كومنت لايك في الفيديو. اول مره تشوفنا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان توصلك فيديوهات كده اول باول. ولو بتشوفنا على المنصات الثانيه زي فيسبوك تيك توك انستجرام فما تنساش تعمل فولو للبيج، تحط لايك للفيديو، ولو تقدر شيره. هحاول ان التزم ان انزل الفيديوهات على المنصات الثانيه، هتبقى في فورمات مختلف شويه غالبا يعني، هحاول. المهم اشوفك الفيديو الجاي، سلام.